لما كنت بعمل حلويات وببيعها كانت من اشهر الاصناف واكتر الاصناف مبيعات عندي هي الكنافه بالمانجا. كانت من الحاجات الرائعه اللي الناس بتموت فيها وبتحبها من عندي جدا. عملتها النهارده بتركات كده صغيره هتخليها اخف. انا جبت الكنافه بتاعتي بيتها ليله في الفريزر وطلعتها فرفتها صغير قوي وحمرتها في الفرن بدون اي دهون. انا لما كنت ببيعها كنت بحط لها بصراحه سمنه بلدي وبحمرها في السمنه البلدي، لكن انا عشان المره دي عايزاها خفيفه وما تبقاش تقيله في اكلها عملتها في الفرن وبقيت اقلبها كل شويه وطلعت بالشكل الرهيب ده. كنت مجهزة شربات عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية ومعاهم عصرة ليمون ومعلقة عسل كلوكوز. سبتهم على النار مع بعض 7 دقايق لحد لما بقى شربات تمام كده. حطيته على الكنافة بس الشربات ما يكونش سخن، يكون الشربات بارد عشان تفضل الكنافة مقرمشة معايا. بدأت اعمل الكريمة عبارة عن كوبايتين كبار من المية المتلجة، نقصت منهم ربع كوباية بس، وحطيت معلقتين كبار من اللبن البودر وظرف كبير من الكريمة بتاعت دريم. الكريمة دي ده الظرف الكبير، في منها الظرف الصغير، انا عامله الظرف الكبير اللي هو العائلي. وضربت بقى الكريمه مع بعض كويس قوي كده لحد لما هتديني قوام كريمي وهش وفلافي كده حلو. هبدا ان انا استخدمها. انا ايام ما كنت بعمل الكبات دي وببيعها كنت بصراحه بحط مع الشربات حليب مكثف محلى، كان بيدي طعم رائع للكريمه. بس انا قلت لكم المره دي انا عاملاها خفيفه. لو انت حابه ان انت تحطي شويه حليب مكثف محلى وانا نزلت لكم طريقته قبل كده حطيه مفيش مشكله. حطي حليب مكثف محلى ربع كوبايه وربع كوبايه شربات على الكنافه، وطبعا حمري الكنافه بقى بسمنه بلدي هيديكي بقى طعم خرافي. بس المره دي انا عاملاها بشكل اخف. الكريمه بتاعتي تقلت بالشكل اللي انت شايفاه والكنافه جاهزه اهو، والمانجا انا قطعتها بالشكل الحلو اللي انت شايفاه ده مكعبات صغيره. وهبدا اعمل طبقات السعاده بتاعتي بقى. الطبقات دي انت ممكن تعمليها في كبات صغيره كده، ممكن تعمليها في صينيه وتقطعي منها بعد كده مفيش مشكله. بدات افرد الكنافه بتاعتي طبقه كده في ارضيه الكب. خدي بالك ان انت لو كبستي الطبقه دي قوي هتطلع الكنافه ناشفه معاكي، فما تكبسيش الطبقه دي قوي. وبدات احط معلقه من الكريمه وافردها عليه كده. طبعا الكريمه دي انت ممكن تحطيها بالمعلقه وممكن تحطيها بكيس حلواني مفيش مشكله. وحطيت بقى كام قطعه من المانجا كده، وطبعا إيه يعني بحبحي ايدك في المانجا. المانجا جميله يا ست الكل. انا كنت مستخدمه هنا مانجا نعومي، وعلى فكره المانجا النعومي انواع، في منها انواع احلى من انواع تانية وكلها اسمها نعومي. بس الفكهاني هو اللي بيبقى عارف ايه الحلوه وايه اللي مش حلوه. فانت يعني ايه دايما خلي الفكهاني كده عارفك ان انت زبونته علشان لما تساليه ايه الحلو يقولك عليه. وبدات احط طبقه تانية من الكنافه وطبقه من الكريمه وطبقه من المانجا على الوش زي ما انت شايفه كده. وهعمل كل الكبات بتاعتي بالشكل ده. طبعا انا لو بطلعه اوردرات بعمله في كبات من اللي هي اللي بيطلع فيها الاوردرات الكبات البلاستيك، بس انا في البيت عاملاه بقى في كبات بايركس مفيش مشكله. وزي ما قلت لك ممكن تعمليه في صينيه كبيره وتطلعي وتقطعي منها قطعه مفيش مشكله. وعملت الكريمه اهو بالكيس الحلواني زي ما انا قلت لك، تقدري تعملي كده او كده حسب المتوفر عندك، ما تخليش حاجه توقفك ولا حاجه تزعلك ابدا. وحطيت برضو المانجا بتاعتي وعليها طبقه تانية من الكنافه، وكل طبقه بحطها بسويها كويس كده من غير ما اكبس الحاجه في بعضها. وحطيت طبقه تانية من الكريمه وطبقه تانية من المانجا. وبعدين في الاخر خالص بقى هزين بواحده كريز كده اكسر بيها اللون. عملت بقى الكبات بتاعتي كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ودي لو انت عايزه تطلعيها كبات في اوردرات، دي كبات البلاستيكيات اللي انا بقولك عليها، هتعملي فيها نفس الترتيب اللي احنا عملناه، كنافه وبعدين كريمه وبعدين مانجا. طبعا الكريمه بتاعتك ممكن تحطي عليها شويه كريمه باستري، ممكن تستخدمي كريمه لباني زي ما تحبي مفيش اي مشكله. بس هي بصراحه الكريمه بتاعت دريم لوحدها هي جميله، فانت استخدمي الحاجه اللي تلاقيها مناسبه عندك. انا عملت كميه من الكنافه كانت تقريبا حوالي ازيد من الربع كيلو شويه، ما يكملش نص كيلو، كانت ازيد من الربع كيلو، حاجات بسيطه. وما تنسيش لو وصلتي لحد هنا تصلي على سيدنا محمد وتعملي لايك وشير للوصفه وتعملي لي متابعه دايما. وعملت يا ستي بقى الكريمه بتاعتي. وعلى فكره الكريمه اتبقى منها كمان. عملت عدد من الكبات ما شاء الله، كان عدد حلو جدا يومها، وطلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، حاجه كده خطيره يا جماعه. وبصي اتبقى معايا كريمه اهو، عينتها في الفريزر واستخدمتها في مره تانية وزينت بقى بواحده كريزه، وطلعت حاجه خطيره جدا. طبعا لو انت وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لي فولو وتعملي لايك وشير للوصفه.